افتكر اني بقف قدام صورة امي واعاتبها واقول لها شوفي الناس اللي انت كنت بتشكري فيهم عاملين ازاي. شوفي الناس اللي انت كنت بتقدريهم بيعملوا معايا انا ازاي. انا ما طلبتش من حد حاجه. جه الوقت ان انا بقى اغسل هدومي، وده كانت اصعب لحظه، ان انا هقف اغسل فانا مش عارف اغسل. كل الساعات بتعدي تجري، وأحلى حاجة في لحظة فاتت. خلصت حياتي بسرعة بدري، علشان قالولي أنا أمي ماتت. اهلا بيكم في الحلقه ال 12. الحلقه دي من اصعب الحلقات. كل اللي فات لو كان بالنسبه لكم صعب فاستعدوا في الصعب في هذه الحلقه. دي اصعب حلقه انا هصورها، واصعب لحظات انا عشتها في حياتي هحكيها في الحلقه ديت. الحلقة اللي فاتت كنت كلمتكم ووقفت عند إن أنا كنت نازل وكانت أمي نايمة، وبعدين ما كلمتهاش وفتحت الباب وبعدين لمحتها وأنا بفتح الباب بجنب عيني وما كلمتهاش برضه ونزلت. الكلام ده كان يوم الجمعة، وأحب أحكي لكم أحداث يوم الخميس. كان يوم الخميس 21/7/2022. 21/7/2022 رحت الشغل عادي واشتغلت، وكان آخر الأسبوع، واليوم ده كان فيه ماتش الأهلي والزمالك والمفروض كنت قابل عميل، فراح اعتذر عشان هو رايح الاستاد في اليوم دوت، وقال لي تسمح لي أقابلك حتى يوم الجمعة ونخلص الشغل. فقلت له مفيش مشكلة، أنا يوم الجمعة أجازة ومش هيبقى ورايا حاجة، ممكن أقابل حضرتك يوم الجمعة ونشرب حاجة مع بعض، وكده كده أنا فاضي يوم الجمعة ما وريتش حاجة. واتفقت أنا والراجل إن هقابله يوم الجمعة. روحت يوم الخميس بعد ما خلصت شغل واتغديت وقعدت اتفرجت على ماتش الأهلي والزمالك، والزمالك فازت 2-1 وانا زملكاوي، وكنت فرحان قوي بالليل. وكانت امي تعبانه، بس مش تعبانه تعب موت، لاني طبخه وعامله الاكل واتغديت واتعشيت واتفرجت على الماتش واتفرجت على استوديو التحليل وكلمت اصحاب الاهلاويه قعدت اضايقهم، وما كانش في اي حاجه. وقبل ما انام لقيتها بتسالني انت عايز تتغدى ايه بكره؟ قلت لها اي حاجه. فرحت عايده السؤال تاني، قالت لي انت عايز تتغدى ايه بكره؟ قلت لها ما بقولك اي حاجه. انا بكره كده كده مش قاعد، انا هنزل اقابل عميل وهرجع بعد كده. فقالت له بقى يا ابني بكره الجمعه، هو في حد بيشتغل يوم الجمعه؟ قلت لها الراجل اجل شغله وهقابله في اليوم دوت. فقالت لي طيب، وبعدين قالت لي طب قول لي نفسك في ايه، نفسك تاكل ايه؟ قلت لها لا عايز اكل اي حاجه، ما نفسيش في حاجه. بعد كده بقى نفسي. فقالت لي طيب. وده كان اخر حوار دار بيني وبينها. صحيت تاني يوم الجمعه زي ما بقول لكم، اللي انا حكيته لكم ان انا لقيتها نايمه ما كلمتهاش، وبعدين وانا بفتح الباب شفتها بطرف عيني وبرضه ما كلمتهاش ونزلت. رحت قابلت العميل وقعدت معاه وخلصت الشغل البسيط اللي هو كان عايزني فيه، وخرجت واتمشيت وقعدت اروح مشاوير كتير، وببص في الساعة لقيتها ما اتصلتش بيا. كان غريب بالنسبة لي ان امي ما تتصلش بيا تسأل عليا، بس قلت يمكن انشغلت ما اهتمتش. وبعدين كنت مروح فجالي مكالمة، ودي المكالمة اللي انتوا كنتوا مستنيينها. فلقيت ابويا بيكلمني بيقول لي انت فين؟ قلت له انا جاي. قال لي طب تعالى عشان امك تعبانه. قلت له مالها؟ قال لي تعبانه شويه. قلت له طيب. قفلت. مفيش دقيقتين بعد ما قفلت لقيته بيتصل مره تاني، قال لي تعالى بسرعه امك بتموت.
امك بتموت، تعالى بسرعه. وقافل، ولقيته هو منهار. ما اعرفش انا روحت ازاي. انا فعلا في اليوم ده مش عارف انا روحت ازاي. لكن دخلت لقيتها بتنازع وما بتتكلمش، وبنكلمها تبص على حته تانية خالص. لا، مالك مالك مالك، ما بتكلمنيش خالص. صوت بدون كلام. طلبت الاسعاف. الاسعاف جت. كانت نايمه على عربيه الاسعاف كده، وانا قاعد جنبها. فمسكت ايدها الشمال، لقيتها راحت ماسكه ايدي وضمت عليها جامد. رحت ماسك ايديها بايديا الاتنين وقلت لها مالك. كانت مغمضه عينيها وما بتردش خالص. رحنا على المستشفى، حاولوا يعملوا لها تفويق، يفوقوها، يعملوا اي حاجه. وبعدين قالوا سيبوها نشوف ايه اللي عندها. قلت لهم انا هبات معاها. قالوا لي مفيش بيات، دي حاله حرجه. فخدت رقم المستشفى وروحت. وليله الجمعه ديت فضلت صاحي لحد يوم السبت الصبح. كل ساعتين اخرج اتصل بالمستشفى، يقولوا لي الحاله زي ما هي، الحاله زي ما هي، الحاله زي ما هي. فقبل ما الفجر يطلع كانت الدنيا ضلمه خالص. قبل الفجر نزلت من البيت ورحت رايح المستشفى. فقالوا لي ده ميعاد الزياره الساعه 1. قلت لهم انا قاعد. فضلت قاعد في المستشفى مستني الزياره. فدخلت ليها في العنايه المركزه، قال لك شخص واحد ومش عارف ايه، وشويه تدقيقات. فدخلت اسال الدكتور، لقيتها نايمه ومحطوط لها اكسجين. امسك ايدها احاول اكلمها، ما بتردش خالص خالص. حتى النزاع اللي كانت بتعمله يوم الجمعه بطلت تعمله، مفيش صوت خالص منها. سالت الدكتور، قال لي ده احتمال حاجه من اتنين: لا يكون عندها جلطه في المخ، اللي نزيف في المخ. طب عندها ايه؟ هتعرفوا امتى؟ قال لي احنا نعملها اشعه مقطعيه. شعرت ان في اهمال، او انا كان بيتهيأ لي كده، بسبب ان انا كنت خايف عليها بزياده. البعض كلمني والبعض ما افتكرنيش. مشيت يوم الاحد الصبح في الشارع، وفاكر كويس ان انا كنت بمشي في الشارع اقول يا رب اديني فرصه تاني راضيها، اديني فرصه تاني راضيها، ما تاخدهاش مني دلوقتي، اديني فرصه تانيه اراضيها. اديني فرصه تانيه اراضيها. لدرجه ان الناس كانت بتقف تكلمني، ناس تكلمني وفي ايه، ومش ما كنتش بسمع الناس او بشوفهم، لكن ده كان على طول طلبي: يا رب اديني فرصه تاني اراضيها، اديني فرصه تاني ما تاخدهاش مني. رحت تاني يوم لقيت الاكسجين زاد، وحاطين خراطيم وحاطين حاجات، وقع في عالم تاني. البعض كلمني وكتير ما كلمونيش، مع اني كنت بكلم الكل. مش بكلمهم بس، لا، انا كنت بروح للكل لو حد خلع ضرسه. فضلت الخمس ايام دول ما بنامش. كل يوم اجري على المستشفى واقعد واروح وارجع
وابقى قاعد قلقان. فاكر في الفترة دي كنت خايف من التليفون، كل لما التليفون يرن اخاف، كل لما اسمع جرس بيرن الاقي قلبي بيترعب. لحد يوم الاربع الصبح، يوم 27 7 2022، كان يوم أربعة ومستحيل أنسى اليوم ده. صحيت بدري زي ما بصحى، ما بنامش، فدخلت أخد شاور أستحمى. كنت متعود بعد ما استحمى أعمل أي حاجة أسيب الدنيا ملخبطة وهي كانت بتمسحها، فبدأت إن أنا أمسح مكان ما استحميت، فالمساحة في إيدي اتكسرت وأنا بمسح، فجالي قبضة كده في قلبي وقلت أنا أمي ماتت. فنزلت على طول. كانت أيامها كورونا، فكنت باخد قهوة من مكان أشربها وأقف تحت الشجرة أشرب القهوة وأمشي. فرحت خدت القهوة ورحت أقف تحت الشجرة اللي بشرب فيها القهوة، لقيت الشجرة واقعة. فقلت أنا أمي ماتت. ما شربتش القهوة ورحت رايح المستشفى جري. لقيت الممرضين كلهم نظراتهم غريبة، والدكاترة كمان نظراتهم غريبة. ولكن جات لي ممرضة الساعة 11 تقريبا، 11 صباحا، وراحت قالت لي بص هو ممنوع أدخلك دلوقتي، بس أنا أدخلك تشوفها دلوقتي. فقلت طيب. فراح مدخلاني عناية مركزة، قعدت أكلمها ماما ماما. كنت كل يوم أروح ألاقي خراطيم زادت، حاجات جديدة زادت، عمال أكلمها مفيش. بمسك إيدها لقيت إيدها ساقعة. فسألت الممرضة هي ماتت؟ قالت لي لا هي تعبانة أوي، هي تعبانة. وقالت له اخرج عشان ما تعمليش مشكلة. خرجت وفضلت مستني ميعاد الساعة 1، ميعاد الزيارة، عشان أخش مرة تاني. كنت بقف جنب العناية المركزة أبص من شراع الباب، فكان الباب بيبين لي رجلها وهي نايمة. كنت أشوف رجلها وهي نايمة، فببص ما لقيتش رجلها. فالساعة 12 وربع خرج لي الدكتور، ودي صورة تقريبية. كنت واقف كده دايما أبص من شراعة الباب. خرج الدكتور وقعد يتكلم معايا كلام كتير أوي أوي أوي. هقول لكم قال لي إيه. خرج الدكتور واقف قدامي وراح قايل لي هي كان عندها جلطة في المخ، خدت نص المخ اتحرق. كان قبلها بيوم موريني الأشعة إن الضغط ارتفع عندها، فكل نص المخ بالظبط. فكانت الأشعة نصها أبيض ونصها أسود. ده كان قبلها بيوم، كان يوم التلات. فيوم الأربع قال لي هي كان عندها جلطة في المخ، كانت واخدة نص المخ، ولو كانت رجعت ما كانتش هتتكلم وما كانتش هتتحرك. وقعد يقول لي على حاجات كتير، واحنا عملنا لها مش عارف ايه واديناها ايه. فانا قلت له طب طمني عليها، وعمال برضو يتكلم في حاجات طبيه انا مش فاهمها. فقلت له طمني عليها، قال لي شد حيلك.
فافتكر ان انا معرفش عملت ايه. فلقيت حد من اللي واقفين قال لي اكتب على النت عندك، اكتب عشان الناس تعرف. فمسك موبايلي وراح كاتب، انا معرفش كتب ايه، لكن بعد كده شفتها ان هو كتب اني توفت والدتي والكلام دوت. وحد قال لي روح طلع تصريح الدفن. ما اعرفش، لقيت نفسي خارج، فقلت اروح فين اروح فين، قالوا لي روح الصحه طلع تصريح الدفن. كانوا ادوني ورقه المستشفى وطلعت، فلقيت تاكسي راح واقف لي انا ما اعرفوش، ورحت راكب معاه. فهو وداني ودخلت على الموظف، ما اعرفش قلت له ايه ولا عملت ايه، لكن لقيت نفسي معاه الورقه. وفعلا انا مش فاكر رجعت التاكسي ده تاني ازاي، وفاكر اني بطلع له، رحت مطلع له الفلوس في جيبي كلها ورميتها له وطلعت اجري على المستشفى. رحت لقيت شنب، لو تفتكروا شنب، دي صوره بيني وبينه. طبعا انتوا عارفينه، ده انا وشنب، اكيد طبعا عارفينه. الوحيد اللي لقيته من كل الناس اللي اعرفها في الوقت دوت موجود معايا هناك. خدناها وطلعنا على المقابر. كانت الساعة في حدود 2 الظهر. فلقيت في المقابر ابن صاحب السوبر ماركت. بعد ما دفناه على طول لقيته راح ماشي جنبي وقايل لي آه، انت مش هتروح تغير وترجع؟ فبصيت له بصة كده وسكت. وبعدها بخطوتين راح بص كده وقال لي هو انت هتسيب دقنك كده؟ وراح مبتسم. برضه ما ردتش معاه، ولكن الكلمتين دول لما فقت بدأت افهم معانيهم. يعني ده انت جاي تستهتر بيا في وقت زي كده؟ في العزا لقيته قاعد، ودي كانت بالنسبة لي الحركة اللي خلاص ما كانش فيه رجعة للإنسان ده تاني. لقيته قاعد جنب واحد وعمال يضحك ويهزر ومبتسم وبيتكلم، ولا في احترام للشخص اللي في يوم من الأيام بذل نفسه عشانك وعمل كل حاجة عشانك، ولا في احترام لأي حاجة، ولا حتى احترام إن أنا راح أعزف في الميت. راح أعزف واحد معرفوش، هبقى قاعد محترم في العزا. خلصنا ولقيت ناس كتير المفروض كنت يجولي، لقيتهم ما جاليش. فقليلون جدا هم اللي جم ليا. انا ما كنتش دريان في الوقت ده ولا كنت فاهم، لكن بعد كده لما قعدت مع نفسي ورجعت وشفت العالم اللي انا عملته معاهم، بدات افهم انا عملت ايه وهم عملوا ايه. لدرجه ان كان في واحده كانت تتخطب وتفك، تتخطب وتفك كل شويه. يمكن عزمتني على اكتر من 19 خطوبه بلا مبالغه، واخيرا في الاخر اتخطبت واتجوزت. رحت لها كل الخطوبات بتاعتها ورحت لها جوازها كمان. فاتصلت بيا في اليوم دوت وقالت لي ميلاد معلش بقى في حياتك انا مش هقدر اجي. وبعد كده ما عبرتنيش تاني. ونقيس على كده ناس كتير قوي، ولكن انا ما كنتش شايف ولا مهتم. كان في العزا موجود شنب ودكتور نبيل اللي كلمتكم عنه، وواحد صديقنا تاني هو قال لي ما اقولش اسمه، وده برضه حد يعني من اقرب الناس ليا، لانه يعني كان عنده شغل وساب شغله وجالي. وديانا، فاكرين طبعا ديانا اللي هي كانت بتمثل معايا. ديانا خرجت قعدت جنبي حتى في يعني سابت الدنيا كلها وراحت قاعده جنبي. روحت كله مشي ودخلت البيت انا وابويا بس.
ولقيت نفسي ما عملتش حاجة غير إن أنا وقعت على السرير. وصبح يوم الخميس 28/7/2022، واليوم ده اللي أنا شعرت فيه إن أمي ماتت. قمت بصيت ما لقيتهاش، ودي كانت أصعب لحظة بالنسبة لي. لما قمت من النوم وما لقيتهاش موجودة خالص، دي كانت أصعب لحظة وأصعب توقيت حصل في حياتي، إن أقوم ببص عليها ما لقيتهاش، وحسيت بخنقة وضيق وتعب غير عادي. ولكن عدت الأيام الأولى، هما في قرايب بتكلمني، وفي بعض الناس بتكلمني، وفي البعض بيجي ليا، وفي البعض لا يتذكرني. لدرجة إن كان في واحدة قريبتي قوي قوي، وأمي كانت تحبها جدا، وأكبر من أمي في السن كمان. فقلت لها في الميت وهي ماشية، قلت لها كلميني يا فلانة. يبقى كلميني، يبقى اسألي عليا. فبقت تتكلم يوم أو 4 لأ في الأول، وبعد كده بقت بالشهور ما تكلمنيش. فجيت في مرة قلت لها أنا ببقى عايز أكلمك لكن مش عايز أعمل لك إزعاج. قالت لي لا مش هتسمع، أنا أحفادي عندي، مش هتسمع من العيال، ما تتكلمش أنت، أنا لما أكون فاضية أبقى أكلمك. ولقيتها بتحطني في مواقف كتير كانت سيئة، وكانت متصورة إن أنا مش واخد بالي، فخدت بالي وكنت واخد بالي. ولكن دلوقتي ما بهتمش اتكلمت أو ما اتكلمتش، بالعكس بتضايق لما تتكلم. كنت أفتكر إني بقف قدام صورة أمي وأعاتبها وأقول لها شوف الناس اللي أنت كنت بتشكري فيهم عاملين إزاي، شوف الناس اللي أنت كنت بتقدريهم بيعملوا معايا أنا إزاي. أنا ما طلبتش من حد حاجة، جه الوقت إن أنا بقى أغسل هدومي، وده كانت أصعب لحظة، إن أنا هقف أغسل فأنا مش عارف أغسل، وما قلتش لحد يغسل لي او حد يعمل لي اي حاجه، انا ما كنتش بعرف اغسل. قبل ما تموت امي بشهرين قالت لي تعالى اعلمك على الغساله، قلت لها بلاش كلام فارغ، وكانها كانت حاسه. فوقفت اغسل مش عارف، فرحت جايب من على النت طريقه الغسيل، ازاي اغسل، ازاي اشغل الغساله. كانت اول معاناه ليا ان انا فعلا مش عارف. ولما غسلت جيت اخرج انشر، حسيت الناس كلها تبص لي، ففضلت مستني لحد الساعه 3 صباحا عشان انشر اللبس، ونشرته اي كلام. فلقيت حد من الجيران بيقول لي النشير مش كده، تاني يوم لما بلمه. ما ردتش عليه. واحده يعني قالت لي كده. حسيت ان لازم اعمل كل حاجه لنفسي. انا عمري ما طلبت من حد حاجه، عمري ما اتذليت لحد. ففي ناس كانت عايزه تذلني، في ناس كانت عايزه تكسرني، انا ما قلتش لاي حد يعمل لي اي حاجه. حتى اختي ما طلبتش منها حاجه، انا ما اتكسرتش. واللي كسرني بعد كده ان ابن صاحب سوبر الماركت بعدها باسابيع قليله، اسبوعين او حاجه، راح متصل بيا وبيكلمني بضحكه وبيقول لي انا هتجوز كمان يومين. قلت له مبروك. قال لي تعالى الفرح. قلت له المفروض تكون انت عندك وعي وفاهم ان انا عندي ظروف دلوقتي وما ينفعش اجي. قال لي وانت لسه بتعمل الحاجات القديمه دي؟ ما تكبر دماغك، ده حاجات قديمه. فقلت له انا صعيدي ودماغي قفل وما بعملش اي حاجه، وانا كده نظامي كده، ويلا اقفل. وقفل واتجوز. وبعدها بقى كل فتره يجي يتصل بيا، وانا ما بقتش اهتم بيه بصراحه، لحد ما هو منه لنفسه بطل يتصل. ودي كانت نهايتي معاه، دي كانت نهايتي معاه. نهايه الخير اللي عملته في الشخص دوت، نهايه ان انا كنت متكفله تماما، نهايه ان انا كنت برعاه، نهايه ان انا كنت بشيله، نهايه ان انا كنت حاطه فوق دماغي، نهايه ان انا كنت باخد من ايامي وبديله، لقيته في الاخر بيعمل معايا كده. ونقيس على كده ناس كتيره قوي، ناس كتيره قوي وجعتني. وبدات في الوقت ده اكره كل الناس، اكرههم وما اقبلهمش ومش عايز اشوفهم. فعلى قد احتياجي للناس في الوقت ده مش عايز ناس، على قد ما انا محتاج حد يطبطب عليا مش عايز طبطبه منهم، على قد ما انا محتاج حد يسال عليا مش عايز السؤال منهم. وفضلت على كده من شهر 7 و8 و9 و10 و11 و12 لحد اخر السنه 6 ديسمبر اخر 2022. وانا معتزل تماما، ما بروحش الشغل، ما بقابلش حد،
ما بكلمش حد، كله طلع كذاب، كله. قليلين قوي اللي كانوا معايا اللي قلت اساميهم، شنب، نبيل صاحبنا، انا ونبيل، ديانا، كله طلع بعد كده اونطه، كله طلع فيك، كله طلع فرقعه. دول اللي كانوا قريبين مني طلعوا بجد. جت 23 وحاولت اقف لاول مره قدام البوتاجاز، فشلت. كنت كل ما ادخل المطبخ اشوفها وهي بتغسل مواعين، اشوفها وهي بتطبخ، فاتعب اخرج. كنت بدخل المطبخ في حاله واحده وما زلت بدخله في حاله واحده، ان اعمل قهوه لنفسي. لان وهي عايشه انا كنت بعمل قهوه لنفسي، لان هي ما كانتش تقدر تعمل لي قهوه، تقول لي كفايه قهوه، فكنت بدخل اعملها لنفسي. ما بقتش قادر غير ان انا اجيب اكل من بره. كم من المرات اتذليت من بتاع الاكل، هو بيجيب لي الاكل متاخر وبيتعبني وبيألمني، وببقى مستني ان الغدا زي الاول، واجي الاقي الغدا ما الاقيش. ببقى بتمنى بعد اوقات واشتهي ان اجي الاقي في صوت وفي دنيا وفي حد، ما الاقيش حد في البيت خالص، فاخش الاقي الحيطان بتكلمني، وانا اتعودت طول عمري الخم نفسي في وسط الناس، وما بقتش عايز ناس، وما بقتش قابل ناس، وما بقتش شايف ناس ومش عايز اشوفهم. انا كل الجرح اللي اتجرحته في الدنيا ما كانش بوجع الناس ديت، بوجع ان انا طول عمري انا ما عملتش معاهم حاجه وحشه. انا بعيد حسبتي 100 مره ما بلاقيش عملت مع حد حاجه وحشه. انا بعد كده ما بقتش احب حد. وصلت بعد كده ان اقول بنسبه 99% الناس مش كويسه. انا ما كنتش عايز منهم حاجه، انا كنت عايز بس حد يكون انسان عنده انسانيه، زي ما انا كنت بسال عليهم بيسالوا عليا. ما كنتش عايزهم يدوني فلوس، ما كنتش عايزهم يجوا يغسلوا لي او يطبخوا لي. افتكر ان انا اتوجعت كتير قوي في الفتره دي. والحلقه الجايه هكمل لكم الباقي. اشوفكم على خير، وبعتذر ان انا ما عرضت الصور توضيحيه، وبعتذر ان انا تعبتكم.